8 سنين ولد 8 سنين ودخلتي للعالم ديال الفن. 16 سنه سجلتي اول البوم ديالك. شنو هي اهم محطات في المسار ديالك؟ انا هذا السؤال عمري ما سولتك عليه. اهم المحطات ديالي اللي بصمات حياتك في الحقيقه، اهم المحطات اللي بصمت الحياه ديالي واللي درت بحال قلتي اللي درت فيها لاكار ديالي هي مدينه مراكش. المدينه اللي كنشكر الناس ديالها. انا ماشي مولد مراكش ومشيت من الشرق وكنت انستاليت في مراكش بحكم الخدمه ديالي وداك الشيء. يعني كانت هي بحال كتقول هي السبب ديالي باش الناس المغاربه ديال النجاح ضروري. حيت مراكش اصلا هو المغرب كله زوين. تحيه لكاع المغاربه من طنجه حتى للكويره. كاين مراكش ملي كتقولي في اوروبا ولا في العالم مراكش سي المغرب سي الماروك. اذا قبل ما نتكلموا على بلا بلا غادي نتكلموا على اغنيه اخرى اللي عملت كذلك واحد الضجه عبر كثير من المواقع ديال التواصل وفي الانترنت بالضبط. هي اغنيه اختارت حياتها ونسات حبيبها وعملتي لها فيديو كليب. هذه الاغنيه هذه شنو السر ديال النجاح ديالها سي سامي؟ هذه الاغنيه الناس كاملين كما كيعرفوا سميره كيعرفوا الاغاني سي سويت راهي شعبيش طايح داك الشيء لومبيونس. الوغ الناس كانوا كثرت الهضره كيقولوا سامي ما كيغنيش سونتيمونتال ولو ستيل سونتيمونتال بحال الستيل ديال حسنيه عاقل الله يرحمه. كيخص لافوا تكون مساحه وتكون فيها عرب وتكون فيها احساس في الغنى. يعني باش كانوا كيقولوا سامي كيتخبى في لي ريتم يعني باش دونك برهنتي على القدرات ديالك الفنيه والصوتيه. الوغ هاد الاغنيه بحال بغيت نبين لهم ها المستوى النيفو ديال الغنى ديال سميره. راه سامي يقدر يغني اي ستيل دراي. مي انا الحمد لله اش كنغني داك لي ستيل اللي مزروبين حسنا انا كنغني لو غاي ماروكان 100% ماروكان انترناسيونال. ودرت هذه الاغنيه اللي هي اختارت حياتها فيها كلام نقي يقدر يسمعوا اي واحد مع وليداته مع الناس مع مو. يعني فيه كلام جميل ولحن جميل. وحاولت نخدم على لي الا سمعتي الاغنيه تلقى كل شيء لايف. يعني كاين كمانجات كاين ساكس كاين ناي كاين باس كاين بيانو يعني كل شيء اكوستيك. كاين ماستورين كبير يعني حتى الطريقه باش تصور الطريقه ديال الفيديو كليب يعني كانت واحد الطريقه بروفيسيونيل. الحمد لله لقات واحد النجاح. اليوم جينا نتكلموا على البلا بلا اللي البوم ديالك الجديد واللي داخله في هذه الاغنيه ديال اختارت حياتها. هذا الالبوم البلا بلا شنو كتعني بالبلا بلا؟ واش الهضره ديال الناس واش هو نورمالمون كاين داك الالبوم فيه البلا بلا فيه اختارت حياتها فيه لا كريز فيه الاغنيه الجميله اللي عززت تحيه للمراه العربيه اللي ديها مغربيه لا يخطي المراه. وفيها الاغنيه ديها مغربيه دي ميساج. وفيها جوج الاغاني اللي كانت عطاتهم لي باش نعاودهم القناه الثانيه لتكريم المجموعه ديال الاخوان بوشناق والاغنيه ديال الشاب ميمونوج اللي كنحيي من هذا المنبر ديال تشطن خاطري. وعاودت حطيت فيه حتى الاغنيه عاودناها الماسترينغ ودرناها شويه الميكساج ديال كيف الوداد كيف الرجل حنا كاع مغاربه. لان هذه الاغنيه كما كيقول لك هذا تصوره التاريخ يعني ما وليت حطيتها معهم لان باقيه دابا مطلوبه. والبلا بلا سي هو نورمالمون كيكون التيتر اختارت حياتها. وكاين البلا بلا حيت قوات عليه واحد شويه البلا بلا وندير جات مع التيتر مع الالبوم. انا سمعت الاغنيه وشفت الفيديو كليب. جيتيني واحد شويه خرجت على شويه على الراي هنايا لان النغمات ديال الموسيقى الالحان بات لي شويه لا يعني لو ريتم ديال الموسيقى شويه مبدل على داك الشيء اللي كينتج سميره. الاكثريه كيعرفوني الناس داك الشيء اللي محرك يعني سي سويت. يعني كيفاش كنقولوا حنا في الموسيقى سي سويت يعني الميزان راي شعبي. الوغ هذا بحال دابا داك البلا بلا خدمته انترناسيونال يعني اللي كيتاني هاوس وداك الشيء داخل فيه داك الشيء يعني حنا كتمشي مع الموجه. يعني الجيل هذا اللي طالع كيبغيو خصك تمشي مع الموجه باش كتبقى. سميره عنده البيبليك ديالو من 4 سنين وانت طالع حتى 70 عام نورمال خصك تمشي. صورتها هذا الكليب القصه ديالو تصور في اونفيرس في بلجيكا. وسبحان الله ما طلع صورنا بواحد المستوى عالي ما طلعتش لا كاليتي ما عجبتنيش لا كاليتي. كاين دبابه كاين الديم صورتي في مراكش كتطلع زوين. كاين الديم وانا نعاود له عاودتي اذا تحيه الناس ديال اونفيرس المغاربه كاينين بزاف. لا ماشي انا كنهضر على اوروبا. الجو سبحان الله المغرب فيه واحد وليت جيت بقيت كنشوف لقيت الكليب حنا مصورنا بديك كاليتي نقيه والله العظيم نقيه. وكاين البروي في لا فيديو وانا نولي نعاود الكليب كله تعاود في مراكش وفي بيان سور صدق. الوغ الانتاج ديالك الخاص ولا كانت عندك شي مدعم؟ كاين دي سبونسور تما ولكن لا نذكروا الاسماء ديالهم. وكاين شويه ديال الدعم ديالي وهذا وكانوا الناس اللي تعاونوا معايا كنشكرهم بزاف من الناس يعني اللي صوروا معايا
الناس اللي دار اللباس، الناس ديال الماكياج وداك الشيء. يعني انا ما درتش الماكياج، اتونسيون، ما درت حتى غرام ديال الماكياج، مي كاين الناس اللي معايا داروا لهم الماكياج طبيعي. لا انا علاش انا نقول لك اختي، انا كنبغي نمشي في الشارع شي اكسيدون عندي في مثلا ضريبه صغيره هنا يشوفوها الناس باش كيبقاو عارفين لو لوك ديالك. شوف الناس كل واحد كيشوف، ما كنبغيش داك الطبيعه ديالك. كاين شي يدار في عالم التلفاز والسينما غير والله العظيم مستلزمات التلفاز. حيت انا نقول لك خرجت في الغلاف ديال واحد المجله عام الاول، وإلا شتي الغلاف تلقاي هذيك الضريبات الصغيره اللي عندي كنقول لهم بحال خالد الا شتي شاب خالد شتي كاع التصاور ديالو تلقى كيقولوا ما تحيدوا لي حتى حاجه. علاش؟ لان الناس خصهم يبغيوك بالحاجه اللي فيك زوينه اللي خايبه. ما الزواق سي با، انا اصلا ما كنغنيش الزواق. الناس اللي مازال ما شافوش الفيديو كليب ديال البلابلا غادي يشوفوه حالا، ونرجعوا نكملوا الحوار ديالنا مع سميرة عيد. رصي معايا يا عشيري، صير لي من ما تكسيري، فيق معايا يا عشيري، روح تخدم ما تفريني، ما دير والو ما تبدل والو، ما دير والو كلها يديها في حالو. واخا تهضر فيا واخا تعايرني ولا تحسدني، الدنيا هانية الرجولة من صغري. واخا تهضر فيا واخا تعايرني الدنيا هانية. سي سمير تبارك الله عليك. انا ما عرفتش حيت كنقلب بزاف في عبر الانترنت على الضيوف اللي كيجيو يحضروا معنا، كتوجد لشي حاجه هذه. بزاف ديال الناس ما متفقينش على انك خديتي لقب ملك الراي في المغرب. في نظرك كاين الناس اللي مع وضد هذه الفكره هذه، شنو يمكن لك انت تقول؟ شنو الرد ديالك؟ ما غاديش يكون ضد. ما كنتش ضد. وشكون اللي عطاك هذا اللقب؟ انا نقول لك شوف القصه بكل صراحه. انا بغيت حتى الجمهور يتابعوني، حيت الناس سمعوا القصه غير في الراديو، ناس ولي زانترفيو اللي عندي في الراديو، مي بغيت يشوفوني صوت وصوره. كنقول هذا اللقب تعطى في 2011. الا دخلتي دابا اليوتيوب غادي تلقى بزاف ديال لي شين حاطين لي فيديو ديالي اللي كيدوزوا في القناه اللي فيستيفال اللي سواري ديالي سبيسيال. والناس المحبين ديالي اللي عندهم لي شين دايرين ساميراي لو روا دو غاي ماروكان، ملك الراي المغربي ماشي الجي، حيت الراي الجي سي خالد. الوغ بقات هكذاك. لي بروديكتور برا ملي كتكون عندي سهرات برا ودي تغني، يعني ضروري كيدخلوا اليوتيوب يشوفوك واش معروف، واش عندك واحد الاقبال، كيفاش كتغني سور سين، الطريقه الكومونيكاسيون ديالك مع البيبليك. كيلقاو التيتر ساميراي لو روا دو غاي ماروكان، كيشدوها كيحطوها في لا بيبليسيتي. يعني في الجاليه ولا برا ولا في العالم كله عارفين ساميراي سي لو روا دو غاي ماروكان. انا جايك، انا ماشي معك دوكا هو ما قال والو، انا ما قلت والو. انا بغيت نعرف واش متفق مع هذا اللقب ولا لا. الوغ اختي ليلى، يعني ولات لي فان ديالي المنظمين في لي مهرجانات في لي بانو ولات الصحافه كتكتب لي داك السميه، هذا كنظن يمكن اقل واجب يا اختي. كنظن بان التيتر هو اللي فرض نفسه عليك. فرض نفسه. واختي نقول لك اختي سمير، هذا كنظن اقل واجب كفنان مغربي كينتج من جيبو باش يعطي الناس الاغاني من جيبو. انا نقول لك القضيه الصيدي كيطيح ليا بالملايين وكنعطي بحال هكا، ما كنتخلصش فيه، كنخسر فيه. هذا يمكن اقل واجب، ما كنتخلصش على ملك الراي المغربي ولا اللي كنظن انا. والناس اللي قالوا عليك ماشي انت اللي كتبت على راسك، لي فان ديالي الحمد لله. وكنشكرهم هذا المنبر، يعني الصحافه المغربيه ولا الصحافه المصريه كتبت على انا التيتر ديال لو روا دو راي ماروكان. كنشكرهم لان حنا كمغاربه وكفنانه مغاربه اللي يخطي لنا الصحافه، وكنشكرهم هذا المنبر اللي صدقوا على هذا التيتر اللي هو لو روا دو راي ماروكان. وحاجه اخرى ليلى، راه هذه الانتقادات ماشي من البيبليك، راه غير من المغنيين. ما انا كنقول لهم هذا المنبر البلا ما دير والو، البلا ما تبدل والو، كلها يديها في حاله، سيروا خدموا، تعطي لي 3 ساعات. قبل ما نودعوا المشاهدين ديالنا، عندنا خبر حصري اليوم غادي نقدموه للجمهور ديال ساميراي. قبل من ذلك انا بغيت نقول بانك حييتي هذا 2015 حييتي مجموعه ديال الحفلات، السهرات، المهرجانات، كانت فارخه عليك هذه السنه هذه. الله يحفظك اختي، الله كانت الحمد لله. كان الصيف مزيان. نقول لك المهرجانات كاع اللي دوزت تقريبا اللي باقي في اخر. كنت دوزت المهرجان ديال ربيع المعارف، كنت في الاختتام، كان المهرجان ديال الكرسي في الاختتام، وجابوني انا هو لاطيط د لافيش المضيق لا بلي كروند سين. كان مع راك عارفه المهرجان والزازات وغيرهم. كانت سيدي يفني، كانت السعيديه. الحمد لله كانوا عده مهرجانات اللي كنشكر المنظمين، وكان اللي عطاو واحد الالتفاته
في هذا الفن ديالنا دابا اللي الحمد لله ولا مش شحال هذه كانوا لي زالجيريان ما كيستعرفوش بالرياء المغربي. دابا الحمد لله انا عندي لي فان في الجزائر الحمد لله. وهذا اقل دليل هذا. الحمد لله. الوغ حصريا اليوم المشاهدين ديال صباحيه دوزام حصريا غادي يكون البوم في اخر السنه مع راس السنه حصريا مازال ما نزلش مازال ها هو الالبوم كاين ولكن مازال ما عندناش الالبوم باش يمكننا نسمعوه على الصحراء المغربيه غير في كلمات نخليو حتى نهضروا عليه مره اخرى. واش يمكن لك تقول لي هو مدعم من وزاره الثقافه؟ بدعم من وزاره الثقافه اللي كنشكرها وكنشكر وزاره الثقافه واللي عطاوني هذا الدعم هذا وداروا فيها الثقه. هذا الالبوم هذا فيه واحد الاغنيه اللي هي سميتها صحارى. تقريبا انا حسنا كما اعوذ بالله من قلت انا العبد الضعيف كما كيعرفوني كاع البيبليك ديالي بان كنكتب وكنلحن وكنغني ابار خوتي شاب امير. الوغ هذه الاغنيه ديال الصحراء تقريبا عامين ونص وانا كنوجدها لان ما كانش عندي ثقافه على الصحراء ما يمكنش تكتب شي حاجه تخربق. فاش بحثت لقيت واحد الاغنيه اللي الحمد لله سمعوها لا وزاره الثقافه لا الناس اللي سمعوها لقاو واحد الكلام فيه دي ميساج زوينين. الوغ كان التيتر باش عطاتني الدعم على هاد الصحراء وان شاء الله راه غادي يكون التصوير ديالو ان شاء الله في وسط العام في لي ديزير غادي يكون دي سبونسور وهذا غادي يكون يعني عمل ثقيل وفيه اغاني يعني ما غاديش نقول لك رجعت لداكشي اللي قلتي لي السيسويت ديالي اللي معروف بها ساميراي بلي لايف يعني لي ترومبيت وداك الشيء راه غادي يكونوا اغاني ساميراي عطيتيني اون بيل ترانزيسيون. هذه نقطه الوصل اللي غادي ندوز بها باش نقول لكم اليوم 17 نوفمبر غدا شنو هو؟ عيد الاستقلال. عيد سعيد لكل المغاربه فين ما كانوا يجي دائما ويلقانا في امن وامان وكل المغرب بخير من طنجه للدويره ان شاء الله. تبارك الله عليك. شكرا لك ليلى شكرا تسلمي الحضور ديالك معنا ميرسي لكم كاملين وكل من ساهم في تحضير حلقه اليوم من صباحيات دوزام. عيد استقلال سعيد لكل المغاربه مره اخرى. نتلاقاو بهذه المناسبه غدا ان شاء الله دائما في صباحيات دوزام. قدمت لكم صباحيات دوزام من طرف أوريفلام. كي غير مازال ندير لكم المزيد من الوصفات.